من اكتر الحاجات اللي بحبها. المهم ليه مش حمام اللي هو الاكل؟ بص الاتنين ينفع. وهفهمكم حاجه، الطيور عامه كلها، الطيور عامه كلها علشان تكسب منها لازما في الاول تعملها جنب شغلانه، لان هي لازما في الاول تاخدها كحب، ما تاخدهاش كتجاره وبيع هتخسر. ما تاخدش اي طيور كتجاره وبيع، لازما تاخدها كحب، فلازما تاخدها كجنب شغلانه في الاول. طيب هنا انا عامل بالظبط 3 اجواز حمام زينه من حمامات المستوى القوي. عشان تربيهم اصلا لازم من الاول تبدا ببلدي، كنا قايلين في فيديوهات قديمه قوي والكلام ده من ايه موجود. لازم لا ده اتمسح صح ايا كان لازم تبدا الاول بفيديوهات قصدي بحمام بلدي، بعد كده حمام مثلا زي الزاجل وكده وهكذا، يعني تدربها تدريجيا. بعد بقى ما تكون عارف تحمي تشوف العلاجات، تعالج ده ازاي وتعالج ده ازاي وتعالج ده ازاي، وكل ده هتبدا بقى تشتغل في الايه، في الكلام اللي بقول لك عليه، لان الزينه حساسه شويه، حساسه جدا. طيب اللي انا هتكلم فيهم قص نفاخ، قص نمس، وقص بخار. اشمعنى الثلاث انواع دول؟ لان الثلاث انواع دول بيشتغلوا جدا. اشمعنى ما تخصصش في نوع واحد؟ لان انا ما مش من يعني ده رايي الشخصي، مش من التخصص ده اللي الواحد بيحب الموضوع ده. يعني مثلا انا بحب الموضوع ده جدا عادي من اتخصص، لكن انا بتكلم دلوقتي في واحد عايز يبيع ويشتري. فالتخصص ممكن يجي لك وقت ما تبيعش في حاجه، لا انا بتكلم في 3 انواع يكون عندك واحد هيسد ورا واحد. طيب ال3 انواع دول، واحد زي حاجه زي النفاخ هتشتري قص مثلا محترم 2000 ونص وليكن، والنمس ب3000، والبخارة مثلا ب3000 ونص، الأربعة كده أيا كان، يعني نقول ال3 أجوال ب9، تمام، 9000 ده بداية. طيب هتقول لي أربي سلكات ولا في اسمه إيه ده، في أرضيات؟ لا طبعا ربي سلكات. وانا مش هحاسب حوار السلكات ده، لان السلكات انت عندك، يعني عندك او مش عندك انت كده كده ما دام جبتها او بعتها واحد، فاهم قصدي؟ فانا ما بحبش ان انا احسب حته السلكات دي خالص. طيب لكن السلكات طبعا احسن، احسن بكتير. هتربي في السلكات البخارة عايز عين كبير جدا، لاني تربيه ارضي احسن. يعني البخارة لو انت مبتدئ مش هتعرف تفرخه غير في الارض عامه، يعني انا بقولها لك من دلوقتي. طيب بعد كده هتجيب مع كل قص 5 اجواز حضان، وليكن اشتريت الجوز ب اللهم صل على النبي، انا حاسبها هنا على طيب طلع ان انا حاسبها هنا على 300، يعني 15 في 300 انا